اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من مسلسلات رمضان اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلاسل ايه عيب. اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله رمضان اللي احنا بنعملها حاليا. في فيديو النهارده بقى يا معلم كنت عامل لكم سمبوسه جاهزه اللي هو بتشتريها من عند اي سوبر ماركت، فنزلت كده لقيت كيس كده يعني 400 جرام، لقيت الراجل بيقول لي ب 42 جنيه. ليه ب 42 جنيه ليه يا جدع انت؟ فقلت بص بقى يا اخ هبدا، انت تجيب كيلو دقيق ب 19 جنيه واعمل احلى سمبوسه من البيت كده ايه من الصفر لحد ما تبقى السمبوسه اللي احنا عارفينها. فمن غير رغي كتير حلقه النهارده كلها تبقى في المطبخ من اول العجينه لحد التسويه. فيلا بينا على المطبخ نشوف بنعمل العجينه ازاي. بص بقى يا معلم، عجينه السمبوسه دي مفيش اسهل منها. انت كل اللي محتاجه شويه دقيق ورشه ملح والميه بتاعتك، على ايدك شغال، في الكبه شغال، في العجان شغال، بس انا قلت اعمله في العجان عشان طبعا انتوا عارفين ان اي حاجه فيها عجن انا ببوظها. قلت اسهل الموضوع على نفسي وابدا في العجان على طول. فاحنا النهارده هنعمل كميه قليله بس ايه تجربه معاكم، وانتوا حابين تكملوا بقى تزودوا. اول حاجه هبدا بكوبايه دقيق. كوبايه الدقيق بتاعتك يا معلم وانزل كده اهو في الكوبايه الجميله بتاعتك بقى يا معلم. انزل كده بمعلقه ملح وانزل عليها بميه دافيه مش سخنه، حرفيا عادي دقيقه بس على النار. كوبايه الدقيق معايا هتاخد حوالي ربع كوبايه ميه، فاحنا مش هنكتر عن كده الا لو احتاجنا. وانزل هنا وابدا اعجن بقى لحد ما تعمل معاك، بس هي مش هتاخد اكتر من دقيقتين. لو في الكبه هتاخد دقيقتين مثلا، لو في العجانه هتاخد برده دقيقه ونص دقيقتين، لو على ايدك بقى على حسب ما انت تشوفها حلوه. وده شكلها بعد دقيقتين عجن يا جدعان. بص اول لما توصل معاك للشكل ده هي كده بقت تمام قوي. بص بقى يا معلم، اول لما تخلص العجن بتاعك على الرخامه او اي حته انت هتعجن عليها الحاجه بتاعتك دي، تنزل كده برشه دقيق عشان بس العجينه ما تلزقش. رشه دقيق حلوه كده ونبدا نعجن بقى يا معلم كده العجينه دي. اهم حاجه بس الدقيق عشان ما تلزقش معاك. بص وصلت معايا ازاي؟ افضل اعجن كده دقيقه بايدك بس لحد ما تكور معاك وتنعم. بص هو ده بقى الشكل اللي احنا عايزين نوصل له بالظبط. العجينه تبقى ناعمه معاك ومش مقطعه ولا متكسره كده. ودلوقتي غطيها باي حاجه عندك، سيبها ترتاح 10 دقايق بس عشان تفرد معاك بسهوله، و10 دقايق بقى ونرجع لكم تاني. ده شكلها بقى بعد ما ارتاحت. بص كده ولا بترجع ولا بتعمل اي حاجه، يبقى هي كده ارتاحت وزي الفل. هنقطعها قطع كده مكور قد بعض صغيره. قطع بقى على صغير يا اسطى. هو ده اللي هعمله بعد الفشل الذريع بتاع اخر مره دي. تاني مره نصورها. بص بقى يا معلم، وانت بتقطع حاول تقطعها قطع متساويه كده عشان وانت بتفرد تبقى نفس السمك برضو. تاخد بقى الحته اللي انت عملتها كده كورها واقفل كده لحد ما تبقى ناعمه معاك قوي بالشكل ده، واعمل بقى كلهم بنفس الشكل. بعد كده هنعمل اللي معانا بقى ونوريكم نفردهم ازاي. بص بقى يا معلم، ده شكلهم بعد ما كورناهم كلهم كده. انزل بقى برشه دقيق كمان على الرخام عشان ده اهم حاجه اصلا عشان ما يلزقش معاك. انزل برشه حلوه كده وابدا افرد. بص يا باشا افردها كده، عايزينها توصل للشكل ده بالظبط. هنعمل كل بقى ونيجي ونوريكم الخطوه اللي بعديها. ركز يا معلم عشان دي اهم خطوه، لو عملتها غلط كل اللي انت عملته هيبقى على الفاضي وتعب راح على الفاضي. بعد ما عملنا 5 قطع بنفس الشكل ده كده، هتحطها على المكان اللي فيه رشه دي برضه عشان ما تلزقش معاك، وشويه زيت بقى يا معلم كده اهو، وتروح دهنها كده. ويعني ما تبخلش في الزيت، زود سيكه كده بس عشان تضمن انها مش هتلزق بالشكل ده كده. كده واحده خلصت وانزل عليها بالثانيه. نعمل كلهم نفس الشكل بعد كده نرجع لكم. بعد ما عملناهم كلهم وصلنا للشكل ده، طبعا اول واحده من فوق خالص انت مش هتدهنها، فهتاخدهم كده اقصى عدد فوق بعض 5 عشان تبقى سهله معاك في الاستواء في الفرد وفي كل حاجه. فانت دلوقتي هتفردهم على قد اكبر طاسه عندك، يعني ما تفردهاش وخلاص. ده بقى هيكون شكلها بعد ما اتفردت. وطبعا كل ما الطاسه كانت اكبر والعجين كان اخف هتبقى احسن معاك. يلا بقى نسويها. بص بقى يا باشا، هتدهن الطاسه بتاعتك بشويه زيت حلوين كده. ولع بقى النار عليها تبقى هاديه جدا، قاعدة نار. اول لما تسخن سيكه بسيطه هننزل بالعجينه اللي احنا عملناها. وانزل بقى يا معلم بالعجينه في الطاسه كده، بس اهم حاجه تخليها مفروده زي ما انا فردتها كده. يا رب يا رب كرمنا احنا اتنين هو اللي قلنا نعمل مشروع اكل طلع بايظ. ايه ده؟ هي بدات تبقلي، ممكن ما تبقاش باينه في الكاميرا عشان اللون بس هي باينه قدامنا. اول لما تبقلي وتنفخ معاك كده تروح قلبها على وش التاني على طول كده اهو. هي كده عجينه السمبوسه ما بتاخدش سوا كتير، بتبقى شبه يعني نص سوا عشان لما انت تفردها وتسويها تبقى حلوه معاك. هو ده الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. هنسيبها برده 30 ثانيه او دقيقه لحد ما تبقلي من الناحيه الثانيه، بعد كده نخش نوريكم الحشوه بتاعتها. بص يا باشا، ده شكلها بعد ما طلعناها وبردت شويه. اهم حاجه تسيبها تبرد شويه عشان تعرف تفكها بسهوله. فاحنا هنفكها معاكم دلوقتي وهنوريكم هنعمل الحشوه ازاي والاشكال بتاعت السمبوسه ازاي. بص يا معلم، مفيش اسهل من كده، شفافه واحلى من العجينه الجاهزه بتاعت بره، يعني احلى واوفر لك بكتير. فك كل العجينه دي، بص بتتفك على طول. بص شفافه ازاي. خلاص بقى انت تقطعها وانت بتوريها لنا. انا فخور بنفسي. فاحنا بقى ايه نفك الكلام ده كله. يا نهار اسود اتقطعت مني كده. عملت الدلع. فاحنا دلوقتي بقى هنحشيها ونوريكم اشكال السمبوسه والحشوات واي يعني كل اللي يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. دوس لايك، انزل اعمل لايك عشان ندلعك.
يلا بقى نحشيها ونشوف مع بعض. بص بقى يا معلم، ولا تقول لي بقى سمبوسه جاهزه ولا عجينه مش عارف ايه. بص الشكل، هي لو كانت اتفردت اكتر كانت هتبقى احلى، بس على قد الطاسه. بس ما علينا، دلوقتي بقى احنا هنعمل مع بعض شويه اشكال للسمبوسه كده، وانت نقي اللي يعجبك منهم واعمل اللي انت عايزه. اول حاجه معانا الدايره دي هنقطعها 4. دي بقى يا معلم، دي بقى يا معلم هتبقى بالشكل ده كده معانا، هتعمل لنا 4 وحدات. عايز اقول لك بقى ان حشو السمبوسه اسهل مما تتخيل. بس هي سمبوسه ولا سمبوسه كده؟ الحشو بقى يا معلم انت ممكن حرفيا باي حاجه، بواقي لحمه عندك، بواقي فراخ، جبنه، بس خضار، يعني حرفيا السمبوسه بتتحشي باي حاجه عندك. فبص بقى يا معلم، في تريكايه برضو في الموضوع ده بس هجيبها لك بعدين. كمل الفيديو بس وانزل اعمل لايك، اعمل لايك وسبسكرايب. يا شايفك يا لئيم اللي ما عملتش لايك. بص يا باشا بقى، اول شكل معانا للسمبوسه هتجيب دي كده، دي هتبقى كده ودي هتبقى عليها كده. اهم حاجه بس تقفلها من تحت كويس. في تريكايه بقى بسيطه معانا كده عشان السمبوسه تقفل كويس. الخليط ده يا معلم عباره عن ايه بقى؟ شويه دقيق عليهم ميه، ده هيخليها تبقى زي الصمغ كده، فاهم؟ اللي هو تمسك العجينه من بعض وما تفكش معاك حتى وانت بتسويها. فانت هتعمل الخليط ده وهتاخد حته كده بصباعك عادي جدا وتدهن الحته دي، تجيب الحته التانيه قصادها تعمل كده، ولا سحر ولا شعوذه، لزق. اول حشوه معانا ده شويه لحمه مفرومه، يعني يعتبر بواقي. انا يعني بقول لكم بواقي، مش بقول لكم تكلفوا نفسكم زياده اصلا. خد لك شويه كده حشو بقى يا باشا، هتروح عامل كده، تنزل بالحشو بتاعك، تنزل كده بشويه ايه، ولا كتار ولا قليلين قوي عشان تقفل كويس معاك وما تفكش برضه. وتروح عامل كده، تجيب من نفس العجينه اللي احنا عملناها واعمل الحته دي كده والاطراف برضه عشان ايه تفكش معاك وانت بتسويها، واقفل يا معلم. وده شكل اول سمبوسه معانا، يعني ولا سحر ولا شعوذه. ولا سحر ولا سعوذه. ماشي شيت. بص بقى يا معلم، ده كان اول شكل معانا للسمبوسه. تاني شكل بقى ودوت الصراحه اللي انا بفضله، بيكون فيه شويه قرمشه كده والعجينه اتقل شويه. فتعالى شوف معايا بقى بلفها ازاي. تاني شكل تنزل بالحشوه بتاعتك كده في النص هنا اهو كده، ولو حابب انزل عليهم باي نوع جبنه عندك. انا عن نفسي هنزل بميكس شيدر على موتزاريلا، وممكن برضو تخليها ساده براحتك. بص بقى يا جدعان، اللقطه اللي هي دي اول حاجه هتقفل دي كده، بعد كده هتروح عامل دي عليها كده، ودي هتروح عاملها كده ولف يا معلم. بص هتبقى معاك بالشكل ده بتفكرني بالبوريتو بالظبط. اخر حته دي بقى من فوق في نفس العجينه اللي لسه عاملينها في اللي فاتت، وادهن كده وكمل بقى. ايوه، وده بقى شكلها بعد ما اتعملت. وده الصراحه اكتر نوع انا بفضله. ليه بقى؟ العجينه بتبقى تقيله كده، تحس ان انت بتاكل حاجه، وفي نفس الوقت الحشوه بتاعتها بتحس انها مليانه شويه عن الحاجات التانيه. الشكل التالت بقى يا معلم من السمبوسه، هتقطع اول حاجه الزيادات ديت هتخليها مربعه كده، حلو قوي. هتجيب بقى اللي انت عملته ده واقسمه نصين مستطيلين قد بعض كده. دول المستطيلين قد بعض. انا مش دارس هندسه، اقعد ساكت انت، ايش عرفك انت؟ هتروح جايب دي كده ودي كده، كلام جميل. وتنزل بقى في النص هنا بينهم بالحشوه بتاعتك، بس ما تكترش عشان تقفل معاك صح. وانزل يا معلم كده بحته الجبنه بتاعتك. بص بقى يا باشا، هتجيب اللي تحت الاول مش اللي فوق، هتقفل ده وتجيب حته العجينه بتاعتك هنا كده واقفل دي على دي، والتانية بقى نفس الكلام. وده بقى يا معلم الشكل الاخير معانا في السمبوسه. ودلوقتي بقى بعد ما خلصنا الكميه كلها ولفيناهم وعملناهم الاشكال اللي احنا عملناها معاكم برضو، في طريقتين بقى للتسويه. اول طريقه في طاسه مدهونه زيت خفيف، حطها على كل وش دقيقتين لحد ما تتحمص معاك. دي للناس اللي بتحبها تبقى خفيفه ويعني ما بتحبش الزيوت كتيره. الطريقه التانية والمتعارف عليها بقى ان انت تمسك السمبوسايه دي كده وهوب غرقها في الزيت يا معلم. ودي الصراحه بتطلعها طعم حلو وقرمش اكتر، بس بتبقى تقيله كده، بتبقى شاربه زيت. فالناس اللي بطنها بتوجعها من الزيوت الكتيره مش هتعجبهم وهتتعبهم، وانا عن نفسي منهم بصراحه. فانا هعملها في اول طريقه اللي هي الطاسه، وهنشوف شكلها يبقى عامل ازاي. ده بقى شكلها بعد ما استوت، بس باول طريقه في الطاسه كده مع حته زيت صغيره. بصوا يا جدعان متحمصه كده وايه، وهتبقى بتقرمش بس مش بنفس طريقه الزيت الصراحه لو هتغطسها في زيت. بس هندوق ونقول لكم راينا برضه. بص بقى يا معلم، دوق معايا على طول. فامسك كده مد ايدك. خد حته واحده. انا عن نفسي انا هبدا باللي انا بحبها. وانا هبدا باللي انت بتحبها. يا نهار الله، ايه ده يا اسطى؟ ده طعمها حلو قوي يا جماعه، والموتزاريلا مديها حته يا ديني. انا لحد الان لسه ما وصلتش للحشوه. اللي انت عاملها دي حشوتها صغيره في النص، انا كانت متوزعه عندي. يعني سبحان الله بعملها لك انت حلوه، باخد انا اللي معموله وحش. انت ده اسطى بجد؟ ايه ده؟ لا يا اسطى يا حبيبي، يا اسطى يا اسطى اقول لك على حاجه بس. الشيف بنفسه اللي عاملها لك. شيف هبده، شيف هبده هبده يعني، بس انت هبده عارف هوصلها. تدري ان انا اصلا اكيل عايش بقالي 23 سنه كل يوم باكل. انا واخد بالك، واخد بالك ايه؟ انا واخد بالي. قعدتني جامده يا ابو عمرو، جامده. انا الصراحه مستخسر اديك الباقي. هات يا عم يا نتن، يا نتن هات. انا هاخد ده. خد ده. تدري انها المفروض بتاخد قطمه كده قطمه كده، مش بتتعمل كده زي ما انت ما عملت وتتاخد على مره واحده.
وبكده فيديو النهارده هيكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده بقى لو انت عندك هبده جديده، تجربه فاشله، اي حاجه عايز تجربها وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، تعالى قول لي بقى يا معلم، اكتبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هسيبه لك تحت في الديسكريبشن برضو، وانا هجربها واولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الكائن اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك. جود جوب. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. اقفل كده.